إلى ذلك أكد الدكتور باسم الطويسي عميد معهد الإعلام الأردني عضو لجنة النزاهة الملكية، أكد أن النتيجة التي وصل إليها الأردن تعكس الإنجازات التي حققها خلال الفترة الأخيرة والجهود التي بذلت سواء من قبل اللجان الملكية التي شكلت لهذه الغاية أو من قبل القطاع العام والتي تمثلت بالبدء بشكل جدي في تنفيذ الخطة الوطنية لمنظومة النزاهة الوطنية. حقيقة الأردن استطاع أن يتقدم إلى ترتيب جيد، حيث وصل إلى ترتيب 45 على مستوى العالمي، وهذا الترتيب هو أعلى من ترتيب الدول العربية، متوسط الدول العربية مجتمعة، وهو الثالث عربيا بعد كل من قطر والإمارات، وأعلى من المتوسط العالمي أيضا. لكنه ما زال أقل من متوسط دول الاتحاد الأوروبي. هذا يعود في تقديري إلى ثلاثة أسباب رئيسية. الأول الإجراءات التي اتبعت سواء من قبل المؤسسات الرقابية والإجراءات الحكومية، والسبب الثاني المرتبط بمنظومة النزاهة الوطنية والتطورات اللي حصلت عليها خلال العام الماضي ووضع الخطة التنفيذية موضع التنفيذ. تم تحقيق إنجازات مهمة في هذا الأمر، وإن لم تكن في مستوى الطموح الوطني في بعض المجالات. السبب الثالث هو ازدياد الوعي الوطني الأردني سواء الأهلي أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدني لأهمية متابعة قضايا الفساد بشكل عام.